رواية ويسألونك عن الحب، ومجموعة شيش بيش، ورواية الدبرتي، مجموعة كبيرة من الأعمال لضيفنا اللي مشرفنا النهاردة، ومنها كمان رواية أمواج الحياة. النهاردة بيسعدنا يكون معانا الكاتب الروائي الأستاذ هاني رمضان كردوس. أهلا بيك معانا. اهلا بحضرتك فندم. منورنا. نورك والله. أستاذ هاني، قول لي في البداية أنت دخلت المجال إزاي؟ والله هو البدايه كانت من بدايتي خالص كانت في المدرسه في الثانويه العامه، في بدايه الكتابه انا يعني من اولها يعني. فبدانا طبعا كهوايه عاديه بنكتب فيها كل اللي بنحس بيه او المشاعر المتضاربه ايا كانت يعني. وبعد كده بتتحول يعني خواطر وشعر كمان. فالموضوع بيتحول بعد كده بعد فتره كده اهوت معايا ان انا اكتب قصه، وبعد كده تبدا. بس في حد عندك في العيله عنده ميول ادبيه؟ مفيش حاليا والله، بس فعلا هي انا بدات الموضوع كله عن طريق الحب في الشعر والكتابه والقرايه من سن صغيره شويه. فهو اللي قادني ان انا اكتب قصه وبعدين اخش في موضوع الروايه. بدا الموضوع بالقرايه طبعا لكبار كتاب، وواحده واحده بدات ان انا اتعلم منهم حاجات كتير. مين كنت بتقرا لمين او مين يعني اللي كنت مصر بدايه تكمل؟ كنت يوسف السباعي ونجيب محفوظ ودكتور احمد خالد توفيق ودكتور نبيل فاروق. دي كانت بدايه الشباب، معظمها كانت في روايات الجيب عامه اللي بدات في الوقت ده. اللي اتعودنا عليها. اتعودنا عليها فتره كبيره جدا. وبعد ما اشتغلنا فيها فتره كقرايه بدات الموضوع يتشكل مع الانسان يعني مختلف شويه، بدا يكتب ويجرب هو ازاي ان هو يقدر يخش في موضوع حاجه كويسه بالنسبه له، يعني يطلع بيها كصوره او كقصه جديده ان هو يبدا ان هو يخش فيها المجال الادبي يعني. دايما الانسان اللي غاوي او عنده الميول الادبيه في بدايه كتاباته او مع اولى كتاباته بيكون في شكل من اشكال مش هقول التخبط، ولكن الاحساس بانه منتظر يعرف رد فعل الناس. أكيد. عايز يعرف الناس هتبقى شايفه كتاباته ناقصها ايه اللي يضيفه، ايه اللي يحذفه. كلمني عن اصابتك بهذه الحاله مع اولى كتاباتك يعني. هو البدايه طبعا الواحد كان بيدور على اقرب حد ليه عشان يقدر يعرض عليه الكتابات بتاعته او الشغل بتاعه، بحيث ان هو يعرف رايه فعلا في الموضوع ايه. وبعد كده بعد فتره بنبدا نلجا لمتخصصين في مجال القرايه او الكتابه نفسهم، بحيث ان هم يعني في بعض يعني الحاجات اللي ممكن يكون قريب منك يعني يديكي فكره ان هي حلوه، مع ان مثلا ما يقدرش يديكي نقد بناء للموضوع. فبعد كده بتلجأ لمتخصصين في القرايه او في الكتابه نفسها عشان يقدر يطلع من الموضوع نفسه اي مشكله شايفها مش مظبوطه في الموضوع، بحيث يديك الراي البناء اللي يقدر يخلي الموضوع نفسه او الكتاب نفسه او القصه نفسها تطلع بالشكل المطلوب او الحاجه يعني المنتظره اللي احنا نقدر نعرضها على الجمهور. اولى التجارب كانت ايه؟ كانت امواج الحياه. روايه اول روايه ليا طبعت طبعتين، ما كانش حد يعرفني الصراحه. بس كان الحمد لله يعني. لا قبل بقى الكلام ده الطباعه في حد زيها. أيوة. في حد ذاتها والعثور على دار نشر. تمام. وان دار نشر تؤمن بان ده يستحق الطباعه. تمام. هل الرحله دي صعبه؟ هو بصراحه يعني هي صعبه جدا بالامانه، بالذات في بدايتها. بس الحمد لله ربنا كرمني انا يعني يمكن من المميزين شويه في النقطه دي، ان انا الحمد لله لما بعت لاولى دار نشر كانت نون للنشر يعني، اول ما بدات ان انا بعت لها الحمد لله كان ربنا كرمني بالقبول. فدي كانت مفاجاه ليا بالنسبه لي، كنت مبسوط بيها جدا طبعا، وكنت من الموفقين فيها الحمد لله يعني في البدايه. حاجه حسستك ان انت على الطريق الصح؟ مبدئيا يعني ان انا كنت اول مره ابدا ان انا يعني وانشر مع دار كبيره طبعا، انا يعني بكن لها كل تقدير واحترام. فبدات معاها وان هم يقبلوني ككتابه لسه اول مره وما حدش يعرفني. كان الامر بالنسبه لي كان جميل يعني، كان بيدي ثقه جامده ودفعه للامام ان انا اقدر امشي في الطريق اكتر واكتر، وده اللي حصل لي. فاتنشرت امواج الحياه. ردود الافعال كانت ايه؟ الحمد لله كانت جميله ومبشره جدا والله، وربنا كرمنا بالنجاح فيها الحمد لله. وكانت بالنسبه لنا امورها كانت كويسه يعني، حتى ربنا كرمنا وطبعنا طبعتين منها. قرفتها حلوه زي ما بنقول يعني. في البدايه طبعا كانت جميله يعني فعلا، وكنت اتمنى ان كل اعمالي برضو تبقى بنفس الدرجه دي، بس حصل طبعا ظروف كورونا وكده، فبدات موضوع يعني ايه النشر يصعب اكتر
بالنسبه طبعا للكتابات الجديده وكده، فطبعا انا بالنسبه لي بفكر في النجاح مش اكتر من كده يعني. طب قول لي امواج البحر بتتكلم عن ايه، او امواج الحياه بتتكلم عن ايه؟ هي والله بدايتها كانت كتابه عن بنت. حلو الغلاف. جميل فعلا. انا يعني بدايتها كانت جت لي الفكره من ايه، يعني انا كنت بادئ كتابه رومانسيه شويه. فكانت البدايه ان هي كانت شخصيه بنت كده يعني ظروفها العائليه طبعا مش مظبوطه قوي، بالنسبه ان هي عايشه مع امها في والدها متوفي، ما ليها اخت صغيره، وبتحاول ان هي على قد ما تقدر ان هي تبقى مسؤوله عنهم، وبتتعرض يعني لشويه مشاكل في حياتها وكده، بالنسبه كمان للناحيه العاطفيه. فالموضوع كله كان ماشي في اتجاه ان هي بتحب حد تاني ومش مش حاسس بيها اصلا يعني. فالمفاجأة في الآخر إن هو بتكتشف إن في حد تاني هو كمان يعني بيبقى معاها ومختفي، يعني الطرف الثالث اللي دايما بيبقى موجود في معظم العلاقات اللي موجودة، اللي هو بيحبها وهي مش شايفاه يعني. مش حاسة بيه. فهي دي المفاجأة اللي بتظهر في الآخر كمان بالنسبة للكتاب. فكانت مفاجأة بصراحة يعني كويسة. جت أفكار كده كتير في دماغي، وطبعا قعدت فترة على بال ما أظبطها، والحمد لله طلعت أمواج الحياة. إذا الرواية بطلتها امرأة يعني؟ أكيد بنت في مقتبل العمر، في حوالي 30 مثلا. ليه قررت إن أولى أعمالك تكون عن امرأة؟ هو بصراحة يعني أنا من المؤمنين جدا إن المرأة طبعا يعني جزء كبير من المجتمع، مش نص المجتمع بس. فبأمانة يعني هي يعتبر المحور اللي كل الأشياء بتدور حواليه. يعني أي مشكلة أو أي حاجة كويسة طبعا أو جميلة أو في حياتنا كلها، بالنسبة بعيدا عن موضوع العلاقات حتى والرومانسية، بيبقى المحور الاساسي المراه اكتر من الرجل. فالرجل بيبقى دوره موجود اكيد طبعا، بس بيبقى مختلف تماما. الاحسن بالنسبه للحديث الرئيسي بيبقى موجود كله بالنسبه للمراه اكتر، بحيث ان احنا بنقدر نطلع منها يعني معظم الاحداث بتطلع من ناحيتها يعني. فالرجل بيبقى دوره محوري وجميل وكل حاجه، وطبعا معترفين بيه طبعا اكيد. ايوه مش هنتكلم في الموضوع ده. يا فندم. بس هو طبعا المراه بيبقى محور اساسي كبير جدا في كل امر يعني. التعبير عن مشاعر المراه من نوع اخر، يعني من رجل، انه رجل يعبر عن مشاعر امراه، ده امر بيتطلب الدقه، وزي ما بنقول كده قوة الإحساس، إن البني آدم يبقى بيحس بالآخر، أكيد بيحط نفسه مكان الآخر. تمام. عنده هذه القدرة. تمام. فعلا هو الموضوع ده والله طرح عليا حتى كمان في بداية مناقشتي في أول حفلة توقيع ليا للكتاب بتاع أمواج الحياة. ففعلا هو كان اختلاف بالنسبه لي كبير، ان انا اتغلبت على نفسي وعرفت ان انا اوصل للدرجه اللي هي فيها احساس المراه، تحط نفسك مكانها، احساسات المراه كلها، وتطلع كمان بمصداقيه كبيره، وتطلع كمان صحيحه. يعني في بعض البنات نفسها يعني بلغتني بارائها في الموضوع، وصل لدرجه ان هم بيقولوا لي ان انت مثلا وصلت لمرحله في الموضوع ان انت جسدت الشخصيه بالظبط، كانك انت امراه نفسك. يعني مثلا بتبدا ان انت تتقمص الشخصيه، وده اللي معظم الكتاب بيبقوا موجودين فيه، بيتقمصوا الشخصيه قبل ما يبداوا كتابه. بمعنى ان انا دلوقتي عندي مثلا يعني 5 6 شخصيات او 7 شخصيات، فببدا ان انا اتقمص شخصيه كل انسان في الروايه او في القصه اللي موجوده، عشان اقدر ان انا اطلع منه الاحساس والمشاعر والتصرف في الموقف ده يبقى عامل ازاي، والتصرفات التانية هيبقى عامله ازاي. رد الفعل لازم يطلع صحيح في الكتابه وفي الروايه نفسها، بحيث ان هو لو ما طلعش مظبوط الكتابه ما حدش هيقتنع بالقصه اللي انا حاططها، ما حدش هيقتنع بالافعال. صحيح. ويسالونك عن الحب، كلمني عنه. هي برضو كانت تجربة تانية بالنسبة للكتابة وكده، بس كان برضو في النمط الرومانسي هي كانت والاجتماعي. اللي بعد أمواج الحياة على طول؟ كانت في نمط الرومانسي الاجتماعي، بس أنا معظم كتاباتي بحب إن أنا أطلع منها حاجة كويسة، حاجة فيها فايدة. ما بحبش إن أنا أكتب الحاجة أطلعها من غير فايدة ليها. فعلى سبيل المثال مثلا الامواج الحياه كان طالع منها ان انت مثلا كفكره ان انت بتشوف الانسان اللي قدامك وتبص عليه وتحاول تفحص يعني شخصيته وتفهمها من البدايه، مش مجرد ان انت بتدور على حد اقرب منك وخلاص. لا، بس انت ممكن في الموضوع ده بتضيع ناس تانية او ما بتشوفش ناس تانية في حياتك، وده برضه بيبقى غلط في بعض الاحيان يعني.
واسالك عن الحب كانت عباره عن رساله برضو عايز اوصلها يعني من ناحيه الكتاب وكده، بحيث ان احنا كنا في فتره كبيره جدا اتكلمنا فيها ناس كتير جدا يعني قبل كده اتكلمت فيها، ان ما كانش الناس كانت معظم اهتماماتها ان هي في مرحله الزواج والكلام دوت بيعتبروا ان هم اكتر حاجه بيدوروا عليها طبعا الماديات او الحاجات دي. طبعا هي مطلوبه وكل حاجه، بس كانت فكره ان هم بعدوا عن جزء مهم جدا في العلاقات، والا وهو ايه؟ الاخلاق. معلش يعني انا بالنسبه لي يعني بعتمد على كلام الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال يعني فيما معناه طبعا ان الموضوع كله متعلق بايه؟ احسن حاجه في الموضوع من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يعني دي اهملناها، مش مجرد بس ان هي دي بس، طبعا يعني الماديات مطلوبه وكل حاجه، واساسيات الحياه مطلوبه، والمعيشه مطلوبه، بس الجزء ده برضو اهملناه مع انه مطلوب جدا برضو بدرجه كبيره. يعني الجزء ده لو مش موجود في حياتنا، ما هو ده منظم لايه؟ لاشياء كتير جدا احنا محتاجينها، وبتقع مننا للاسف بعد كده في فتره من مراحل عمريه، وبيحصل بعد كده خلافات وما شابه يعني. فهي دي الرساله اللي كنت عايز اوصلها منها، وكانت برضو تجربه اجتماعيه رومانسيه. فالرومانسيه عندي برضو بتبقى في شغل الكتابه او الروايات نفسها، بتبقى جزء من العمل. معظم الوقت ما بتبقاش العمل كله، لان انا بالنسبه لي العمل نفسه بيبقى فيه مشاكل كتير لو هو على وتيره واحده. لازم ان هو يتغير، ولازم ان هو يبقى بيتكلم عن معظم الحاجات، مش حاجه واحده او اتنين، عشان القارئ نفسه ما يحسش بالملل. وفي عادتنا يعني كمجتمع بنحب نقرا الرومانسيه على هامش القضيه او الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، فبتدي يعني طعم لذيذ للعمل اللي موجود. طيب يعني قراء المواضيع الرومانسيه او قراء الكتابات الرومانسيه عددهم اكبر؟ لا مش كتير والله حاليا، يعني للاسف هم الرومانسيه قليلين شويه. قلت؟ قليلين شويه. هو انا اتجهت بعد كده لاسباب تانية طبعا، لحاجات تانية اللي هي المجموعه القصصيه الجديده. بدات ان انا اغير حاجات شويه في الموضوع، عشان ما استمرش على نفس الموضوع اللي انا ماشي عليه. لان التجديد مطلوب. يعني انا نفسي حبيت ان انا يعني لقيت ان انا العصر طبعا بيتقدم، فاحنا ما ينفعش ان احنا برضو يعني ككتاب مثلا ما ينفعش ان احنا نستمر في نفس المكان او نستمر بنفس الوتيره. ايه الجديد في الموضوع اللي عملته؟ الجديد اللي انا دخلت بيه مجموعه قصصيه شيش بيش، اللي هي العمل الثالث. ده طبعا بدات ان انا اجمع مجموعه قصص قصيره. الغلاف واقعي جدا يعني. جميل والله، هو فعلا تنفيذه كان جميل من صديقي اسلام مجاهد. فكان فعلا انا والله طلبته بامانه يعني بالشكل ده، عشان هو كان اول قصه في العمل نفسه، وكانوا طبعا انا كنت مهتم جدا بالتفاصيل اللي فيه، حتى تفاصيل الغلاف. فطلبت ان هو يعني اقرب حاجه واقعيه. حتى شفنا كذا غلاف بالنسبه للطاوله، بس ما عجبنيش الا ده بصراحه. قلت له عايزه بحجم الغلاف، فكان واقعي اكتر وكان جميل بصراحه، شدنا انا شخصيا. يعني على عكس ما كانت تبقى الطاوله على ترابيزه مثلا او في كانت حاجات نص تانية. كانت بعت لي فعلا نص الغلاف طاوله، والنص الثاني عادي. فما قبلتش بيه بصراحه، لاني كنت مهتم جدا بتفاصيله يعني. فتفاصيله الداخليه كانت من ضمن مجموعه القصص اللي هي بتتكلم عن كل حاجه في حياتنا. اشمعنى اخترت شيش بيش ان هي تبقى الهيد يعني؟ هي شيش بيش كانت كاسم كان جذاب شويه وتجاري شويه كمان، ان انا ابدا ان انا اعمله كاسم للمجموعه القصصيه. كانت القصه الرئيسيه شيش بيش. القصه كانت عباره عن مجموعه 6 حكايات، كل حكايه بتتكلم عن يعني شخصيه معينه، ونفس يعني الشخصيه دي يعني هي كانت عباره عن ولد وابوه بيلعبوا طاوله. فعلى كل رمية نرد حجر نرد يعني، وكل رقم بيترمي في الطاولة بتبدأ قصة جديدة بيحكيها الوالد للابن. فكانت حلوة. فكانت كل حكاية بتطلع بحكمة وبعبرة جميلة، وفي نفس الوقت كمان بتطلع بمفاجأة نهائية جميلة جدا، لدرجة ان انا ناس من ردود الفعل فيها عيطت من الكتاب نفسه. كانت مفاجأة بالنسبة لي ردود الفعل بتاعتها بصراحة. هل الاشخاص او الشخوص اللي في القصص ناس قابلتهم بالفعل في حياتك؟ معظمهم بيبقى ناس قابلتهم في حياتي، ومعظم الكتاب بيتأثروا بشخصيات في حياتهم، سواء الوالد، سواء الأقرب القريبين، سواء مثلا زمايل عمل، سواء أصدقاء. بيمر بتجارب كتير. هو خلاصة تجربة كاملة بالنسبة للكاتب، بيطلع منها كل الشخصيات اللي بيقابلها، حتى لو من وحي خياله، بس كل الشخصيات أكيد بتتفق في يعني خاصية أو ميزة
موجوده عند الانسان دوت او عند الصفه دي، فبيحطها في كتبه عشان تبقى اقرب للواقعيه. ومعظم برضو الحاجات اللي موجوده كقصص في المجموعه حقيقيه حصلت بالفعل، فيها حاجات حصلت شخصيا ليا، صختها طبعا باسلوب ادبي وبطريقه معينه عشان اوصل منها رسائل معينه. برضو كان منها في قصه في المصيف برضو كانت طريفه جدا، بس كانت حقيقيه حصلت فعلا مريت بيها، بس كانت جميله. ففي حاجات بتثير الكاتب ان هو يقدر ان هو يشتغل من عليها، ويقدر ان هو يعمل يعني قصه واقعيه منها، بحيث ان ده يبقى اقرب للناس عشان خاطر يقدروا يتقبلوا الموضوع. لكن انا لو عشت مثلا في خيالي على طول بيقع الموضوع مني، وبيبقى ما بيبقاش متقبل للناس قوي يعني. اكتر عمل في اعمالك دي اللي موجوده معانا النهارده تعبك؟ والله هو اكتر حاجه تعبتني كانت الدبرتي، اخر عمل. صراحه يعني كان متعب جدا. الاسم كان غريب اصلا كمان. كان والله روايه رعب، بدات غيرت الدفه تماما. انا اصلا من عشاق الرعب، وما كنتش كتبت فيه قبل كده، بس كانت التجربه جميله جدا لابعد مدى. انا بحب جدا الرعب وبحب قرايته. فلما بدات في الكتابه فيها كانت متعبه، لان حجمها كان كبير اولا، ثانيا مريت بتجارب شخصيه الغلاف فيها مخيف كمان قوي، صعب. فهو فعلا الشخصيه الرئيسيه الاساسيه اللي هو شخصيه المبروك نفسه، في شخصيه اللي هي الدبرتي ده نفسه، هو معتمد على السحر والشعوذه والتفريق والمس والحاجات والجلب، الحاجات اللي هي منتشره دلوقتي في الفتره اللي هي الحاليه. بس انا صختها في وقت قديم شويه، يعني سنه 1760 او 70. في الزمن ده كان معظم الوقت لو انا قلت لك الحاجات اللي جوه الكتاب ده دلوقتي ممكن ما تصدقهاش، وممكن ان انت تقول الحاجات دي صعب تبقى موجوده دلوقتي. عشان كده اخترت الزمن مختلف تماما وبعيد شويه، وفي قريه فقيره من وحي الخيال. كانت قريه بس قربتها للواقع، بحيث ان كل الشخصيات معظمها برضه حقيقيه، والموضوع كان جالي كفكره مجنونه جات لي من السوشيال ميديا. بدات ان انا اخوض فيها التجربه. كانت يعني مستفزه بالنسبه لي التجربه، لان حصلت كمشكله كده اتعرضت في احدى القنوات يعني، وبناء عليها جت لي الفكره فعلا. وانا من عادتي بدورها في دماغي زي ما بيقولوا، عشان اقدر اشوف ايه الموضوع يعني هيجيب نتيجه ولا لا، هيمشي كويس ولا لا. ولما يوصل للمستوى اللي في دماغي ان هو فعلا في كل الشروط ببدا فيه. ففعلا كانت مهلكه، والاصعب يعني اصعب حاجه مريت بيها في الموضوع من ضمن التخيلات الصعبه اللي فيها المشاهد المخيفه. المشاهد المخيفه اللي فيها اقرب للواقعيه، وفيها حاجات بالنسبه للتعويذ والكلام ده. طبعا انا يعني طبعا مغير فيها تماما، لان الكلام ده انا يعني حتى عامل تنبيه فيه ان ما حدش يستخدم الكلام ده. وفي نفس الوقت هو انا يعني منقصه، اعمل له عكس للكلام كله، لانه فعلا هو لو لا قدر الله حقيقي بيبقى مشكله. وفي كمان يعني بالنسبه للكتاب نفسه او الروايه دي علاج لبعض الحاجات من القرآن نفسه، عشان المشاكل اللي بتحصل دي فعلا يعني عايز تساعد الناس كمان. ناس شيوخ نفسها هي اللي اكدت على المواضيع دي. بنفس الوقت كمان ده يعني عايزه الناس تبعد عن الكلام ده، لان هو اخرته مش كويسه، وده في مشهد فعلا صعب في الموضوع. صحيح. وللاسف فعلا من كتر تقمصي في الموضوع، وده الطريف بقى، ان انا مريت بتجربتين كده بس صعبين شويه في الرعب فعلا في الحقيقه. اتعرضت ليه في الحقيقه؟ فقلقوني في وقت كتابه العمل نفسه. فدول اللي قلقوني من الموضوع نفسه. وفي نفس الوقت كانت حاجه طريفه جدا، بس يعني زي ما قلت كده بركات الروايه ظهرت عليا. ففعلا كان موقفين مخيفين جدا بدل يعني كلامهم، حقيقي كانوا صعبين. كانت اصعب عمل قمت بيه، لانه على سبيل الحقيقه ظهر مواقف قلقتني. احنا بشكل عام سعداء جدا باعمالك، وسعداء جدا بطرحك الادبي، وسعداء بوجودك معانا كمان النهارده. وبنتمنى ان شاء الله اللقاءات اللي جايه تبقى مع مزيد من الاعمال الجديده والاصدارات الجديده ان شاء الله. الشرف ليا والله، وانا سعيد جدا ان مع حضراتكم النهارده. نورتنا. وشرف نورك والله يا فندم، وشرف ليا ان انا ابقى موجود معاكم والله يا فندم. شكرا جدا لحضرتك. شكرا لك. مشاهدينا، أنا كمان بشكركم على حسن المتابعة لمدة ساعتين كاملين على الهواء مباشرة مع مجموعة من فقراتنا اللي يا رب تكون عجبتكم النهاردة. بنوعدكم بكرة إن شاء الله هيكون معنا فريق عمل جديد وفقرات جديدة، ودايما نهاركم سعيد.